طيب أنا لو اترفضت النهارده هاقدّم تاني، ممكن تقدّم تاني من بُكرة لو عايز، ما فيش أي حاجة بتقول إن أنت ما تقدّمش تاني. كان زمان في قرارات إن أنت ما تقدّمش على طول، ولكن دلوقتي لو عندك سبب واضح ومنطقي بالنسبة للسفر، تقدر تقدّم على طول بعد الرفض مباشرةً من غير أي انتظار لوقت تاني إن أنت تقدّم بعدين. ولكن خلّيني أقول لك لو أنت هتقدّم تاني وحابب تتواصل معانا، هتبعت لنا أول حاجة الأبلكيشن بتاعك علشان نراجع فيه كل التفاصيل بتاعتك في الملف بتاعك اللي دخلت فيه السفارة، وبعدين هنراجع الملف بتاعك وهنشوف ممكن تكون إيه الثغرات اللي إحنا نقدر نشتغل عليها في الأبلكيشن بتاعك علشان تقدم مرة تانية. ولكن أنت النهارده علشان تقدم من جديد خليك عارف إن أنت مش آخر ولا أول مرة هتترفض فيها، لأن محتمل إن أنت تاخد رفض تاني، ولكن في احتمال برضو إن أنت تاخد قبول. تجربة المقابلة في السفارة الأمريكية هي للأسف هي تجربة بتكون عاملة زي الحظ، ومعظم الناس بتكون داخلة ومش عارفة القرار إيه حتى لو هم موقفهم كويس 100%. أنت النهاردة علشان تدخل السفارة وأنت موقفك كويس، أول حاجة تكون محضر نفسك للمقابلة، وتاني حاجة لازم تكون عامل ابلكيشن بطريقة احترافية، وتالت حاجة لازم تكون أنت مرتب سيناريو لسبب السفر وتكون حافظ الإجابة والسؤال اللي أنت هتجاوبه في السفارة، علشان لما تكون داخل السفارة تكون بتتكلم بقناعة وبتكون بتتكلم بوضوح وتكون عارف أنت بتقول إيه للأوفيسر، علشان ما ينفعش تكون رايح مكان أنت مش عارف هو فين وتفاصيله أكتر اللي هي الولاية اللي أنت مسافر عليها. خليني أقول لك إن هي السفارة الأمريكية دايما بتعتمد على الثبات، والإنسان اللي داخل واثق من نفسه هو أكتر واحد بيكون مؤهل للقبول.